واحد اسمه ثابت ابن قيس دخل على مجلس رسول الله فوجد المجلس كله زي ما بيبقوا قاعدين كده في الصف الاول وهو عايز يقعد في الصف الاول. فجاء على واحد كده ضعيف كده وقال له اتزحزح ايه؟ اتزحزح شويه ونطر كده. اما اتزحزحش قال له من انت؟ قال فلان. قال ابن فلانه اياها، يعني اللي كان لها سيره وحشه. فرسول الله لما قال من قال ابن فلانه؟ قال انا يا رسول الله اللي قلته. قال له انظر في مجلسنا ماذا رايت؟ قال رايت الاسود والابيض والاحمر. قال افضلكم عند الله التقي. ولذلك يقول الحق في يوم القيامه جعلت لكم نسبا وجعلتم لانفسكم نسبا فجعلت اكرمكم عند الله اتقاكم فابيتم وقلتم اكرمنا فلان ابن فلان. واليوم يعني يوم القيامه ارفع نسبي واضع انسابكم. يا ايها الذين امنوا. الرجل اللي شاف واحد اعرج داخل عليه ولا عجبوش يعني شكله، قال له عايز ايه يا اخويا؟ وعمل بقى زي الاثنين كانه سخر من ايه؟ من عرج. فنظر اليه واطال النظر فقال ماذا تريد يا اعرج؟ عايز تقول ايه؟ يقول فيك وقد رأسوك اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ هو اللي خلقته روحي، يبقى انت ما بتعيبش الصنعة بقى، انت بتعيب الذي صنع الصنعة. فألجمه قال فوالله لوددت ان اكون هو وهو اياي. نعم، لان الرد يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، لان ما فيش حد من ربنا. فاياك ان تسخر من اي شيء في عيب. ان كان العيب في خلقه وفي دينه فقومه، وان كان العيب فيما لا دخل للمخلوق فيه فتأدب مع من خلقه.